المواطنين داو فينا وداو فيكم الثقه، بقاو دائما قراب منهم، فسروا لهم شنو كيدار، جاوبوا على اولوياتهم، وبقاو ديما حاضرين في الميدان، وخدموا دائما بروح المسؤوليه. كما كنقول ديما، ولو حليتوا غير مشكله من عشرات المشاكل، هذه بدايه، والبدايه هي اللي كتفتح الامل للمواطن والمغاربه. المغرب اليوم كيكتب صفحه جديده، دولة اجتماعية اللي الهدف ديالها هو العدالة والكرامة والإنصاف والمساواة في الفرص من أجل حياة كريمة وآفاق واسعة للشباب ديالنا. الإخوان والأخوات، راه المغرب كيستاهل منا الأفضل، المغاربة كيستاهلوا يعيشوا في بلاد عادلة وقوية، فاستمروا في العمل ديالكم. عندكم كذلك واجب تأطيري، ومن مسؤوليتكم أيضا أنكم تفسروا المواطنين كيفاش يتسجلوا في اللوائح الانتخابية اللي فتحتها وزارة الداخلية في هذا الشهر، لأنه هذا حقهم الدستوري، حقهم في الاختيار الحر والديمقراطي باش يلعبوا دورهم كمواطنين ويختاروا بكل وعي وحرية وعن اقتناع الحزب اللي كيتجاوب مع الأولويات ديالهم. ختاما، كنشكركم على حسن الضيافة، كنشكر كل واحد ساهم في تنظيم هذا اللقاء. شكرا السيد المنسق الجهوي والسادة المنسقين. الوعد ديالنا بأننا غادي نبقاو كنستمعوا، وبأننا غادي نخدموا، كتعرفونا بأنه حكومة تشتغل والعمل كاين باش نقدموا المزيد وبسرعة، ونكملوا الخدمة ديالنا باش نوصلوا جميعا إن شاء الله المغرب اللي كاملين كنتمناوه. وشكرا لكم.